هو طالب أولى ثانوي اللي جاي من تالتة إعدادي ده هيفهم الفلسفة البيئية وهيفهم المنطق والمنطق الرمزي والذكاء، هيفهم يعني إيه السيبرناتيقا ويعني إيه الاستاتيقا إزاي الكلام ده. تالتة إعدادي دي أنا اتفاجئت فيهم بشكل. أنا طبعًا بادئ طول عمري تالتة ثانوي، خلاص؟ من وأنا في الكلية كنت بادّي علمي وأدبي تالتة ثانوي، العلمي كان بياخد علم نفس، تمام؟ فأنا شغال دايمًا مع تالتة ثانوي، الطالب اللي 1 من 10 بيفرق معاه ورايح كلية. يعني أنا آخر سنة اشتغلتها علمي كان طب كفر الشيخ بياخد 101.5% بالمستوى الرفيع، وبعدين بدأت أدّي أدبي بس. المهم إن أنا عايز أقول لك إن أنا شغال مع تالتة بس. فجأة السنة اللي فاتت لأ، فلسفة وعلم النفس اتلغوا من على تالتة، ابقى أولى فلسفة وتانية علم نفس. فكان عندي حيرة، هو طالب أولى ثانوي اللي جاي من تالتة إعدادي ده هيفهم الفلسفة البيئية وهيفهم المنطق والمنطق الرمزي والذكاء، هيفهم يعني إيه السيبرناتيقا ويعني إيه الاستاتيقا إزاي الكلام ده. وهاكلمه بقى في زرع الأعضاء وموت الدماغ والحالة النباتية كنت متضايق جدًا، كنت حاسس إن المنهج ده هيبقى صعب أوي، أوي على الطلبة اللي جايين من تالتة دي. طالب جاي من تالتة إعدادي أسمّعه الكلام ده؟ ده طالب تالتة ثانوي كان بيتضايق منه كان بيبقى تقيل عليه. أنا اتفاجئت بحاجة غريبة جدًا الله لا يذكرها. طالب تالتة إعدادي أنا أول سنة أشتغل أولى ثانوي السنة اللي فاتت. طالب تالتة إعدادي السنة اللي فاتت أقسم بالله اتفاجئت فيه بحاجات يعني مش عايز أقول لك. طالب تالتة إعدادي ده أنا لقيته طالب عمره العقلي تالتة ثانوي، سابق سنه بكتير. تخيل! يعني مثلًا كتاب الbooklet فيه أصعب أسئلة موجودة كنا بننزّله طبعًا لتالتة، تمام؟ تخيل إن أنا باشتغل منه وده كتابي، وباشتغل من أسئلة اللي كنت بانزّلها في الجورنال أو كتاب الدرجة النهائية، الكتب اللي كنت باعملها يعني. وأسئلتي كانت أسئلة صعبة جدًا، جدًا لتالتة ثانوي، دي الأسئلة اللي كنت باطلّع منها بفضل الله أوائل جمهورية وأوائل محافظات والحمد لله رب العالمين، الأوائل عندنا كل سنة والناس عارفة باينين ده كويس جدًا بفضل الله سبحانه وتعالى. طب أنا هاشتغل إزاي؟ هادّي للطالب بُشيرات من برّه، ما أقدرش أكون كده. اشتغلت السنة اللي فاتت مع طالب أولى ثانوي، أقسم بالله كأنه تالتة بالحرف. امتحانات تالتة اللي موجودة عندي على الكمبيوتر زي ما هي كنت باخلّي تالتة ثانوي أخلّيها أولى ثانوي بس. امتحانات صعبة جدًا ومن كتاب الbooklet أسئلة رهيبة. كنا بنعمل أسئلة صعبة جدًا، جدًا، جدًا. تخيّل إن السنة اللي فاتت أنا صُعِقت بمستوى طلاب أولى ثانوي. لأ، ده مش طالب أولى ثانوي، مش ده اللي طالع من تالتة إعدادي، ده طالب عمره العقل تالتة ثانوي. بيحل أسئلة تالتة ثانوي اللي كان تالتة ثانوي في الجامعة النهارده بيتضايق منها، أنت لسه طالع من تالتة إعدادي وبتحلها. عقول جبارة. طالب تالتة إعدادي اللي داخل أولى ثانوي عقله سابق سنه بكتير، طلاب ممتازين جدًا، 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 اللي بيذاكر منهم بيروح في حتة تانية ما شاء الله. كنت في غاية الانبهار، حتى قُلت لهم الكلام ده في الترم الأول وقُلت لهم الكلام ده أنا باوضّحهم في آخر السنة، والسنة دي عملت كده، دي تاني سنة ليّا أدّي أولى ثانوي، تمام، لمّا المنهج بقى أولى. لا، 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 لأ، عقول جبارة. عارف يعني إيه أنا بادّي الطالب امتحان منطق هو امتحان سنة تالتة الطالب بيتفوق ويجيب 29 من 30 و30 من 30. أسئلة الناس برّه مش بتعرف تقراها بالعربي. أنا أسئلتي صعبة جدًا، 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 الناس عارفة الكلام ده. وأي واحد هيسمعني هيقول لك كلامه صح، خاصةً لو كان طالب عندي، هيقول لك لا، لأ، أسئلته صعبة موت، موت. أنا كان في طلبة عندي بتاخد الأسئلة بتطلع لناس برّه يحلوها مش بيعرفوا يحلوها. لا، 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 لأ، الطلاب أنا باقول لك الحقيقة، إحنا قاعدين قعدة كده مع بعض، بجد طالب تالتة إعدادي ممتاز، عمره العقل سابق سنه. أنا فخور إن أنا درست أولى ثانوي، أنا فرحان جدًا، جدًا إن أنا درست أولى ثانوي، رغم إن أنا كنت حزين جدًا أول ما اتلغت من تالتة، لإن طبعًا الشغل مع الشهادة بيبقى في حتة تانية، لكن بجد فخور بيهم جدًا. الدفعة اللي فاتت باقول لكم وحشتوني جدًا، جدًا يا حبايبي، وهُم عارفين الكلام ده، وكنت باتحداهم وباوريهم قد إيه إن ده نفس امتحان تالتة ثانوي. يعني السنة اللي فاتت كان عندي طلبة في أولى، أخواتهم كانوا عندي في تالتة من سنة أو من 2. تخيل إن بتروح لأختها أو أخوها يقول لها ده امتحاني اللي كنت بامتحنه، وهي تجيب درجة أعلى منه. السنة دي نفس الكلام، عندي طلبة حققوا درجات عالية جدًا، جدًا في الامتحانات، في الدوري اللي باعمله في الترم بجد وحشتوني، وربنا يوفقكم ويسعدكم يا رب ويرضيكم. ودفعة تالتة إعدادي اللي داخلة أولى ثانوي أنا متأكد إن هي هتبهرني. لا، 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 شطار جدًا، 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 معظم المدرسين بيشكروا فيهم. ربنا يوفق الجميع. المهم إن أنا باشتغل على نفس النهج اللي أنا كنت شغال بيه مع تالتة ثانوي. أنا شايف إن المدرس قيمة وقامة، لازم يكون أول حاجة قدوة لطلابه،
في كل شيء. تاني حاجة يتقي الله في ولاد الناس، الأمانة اللي عنده، ويحاول يعني يغرس فيهم شيء طيب، زي ما بيقولوا يعني نرحل ويبقى الأثر، فالواحد يتمنى إن يترك أثر طيب جوّه ولاد الناس. وأسعد لحظاتي والله لمّا الطلاب بيبعتوا لي رسايل قد إيه هُم فرحانين إن هُم درسوا معايا. لأ، أنا اللي باقول لهم أنا فخور إن أنتم اديتوني الفرصة إن أنا أكون مدرسكم في يوم من الأيام، ربنا يوفقكم ويسعدكم جميعًا. أشوفكم على خير، كل سنة وأنتم طيبين.